فضيحة أخلاقية تضرب الوسط الرياضي المصري. فضيحة للأسف جنسية قامت داخل مقر اتحاد الكرة المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم هتكون رقم 20، هتكون حلقة نارية واستثنائية، حلقة نارية بمعنى الكلمة، مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة. ولكن قبل البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسجل اشتراكك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان في فضيحة جنسية أقيمت اليوم في اتحاد الكرة المصري ما بين عضو بالاتحاد وعضو أيضا، واللي كشف الموضوع هو زوج الست اللي كانت في الوضع المخل بالآداب بفيديو جنسي مدته 45 دقيقة. انت متخيل 45 دقيقة داخل مقر اتحاد الكرة المصري؟ عشان نقدر نقول من هنا لسنين جاية ان الرياضة في مصر فاشلة بمجلس الإدارة الحالي برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. اكبر دليل انك في 2019 خرجت من دور ال 16 كاس افريقيا، خسرت السنه دي كاس افريقيا وما صعدتش لكاس العالم. ده غير مستوى الانديه اللي انتوا شايفينه بالصلاه على النبي. وان الاسامي اللي كانت اقيمت العلاقه دي هقول لكم على اساميهم حالا. اللي قدم الدعوه هو زوج المدعوه هناء الشناوي، دي مسؤوله الكره النسائيه بالاتحاد. ضد مين؟ ضد واحد اسمه خالد كامل، وده هو كمان عضو بالاتحاد المصري. زي ما قلت فضيحة جنسية بتهز الوسط الرياضي المصري، وطبعا الرقابة والمسؤولين متكتمين على الحوار تماما. يعني احنا مش بقى مستوانا سيء في الرياضة بس، لا ده احنا وصلنا للأسوأ، من سيء لأسوأ. فربنا يعديها على خير ونفسنا ان الامور تتصلح. هنتكلم النهاردة عن مباريات كأس العالم، وهي مباراة المنتخب الإيراني ومنتخب ويلز. منتخب إيران يلتهم التنين الويلزي في الوقت المحتسب بدل من الضائع في آخر دقيقتين بهدفين عشان يحدث انتفاضة لإيران بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، بعد ما خسروا من منتخب انجلترا في الجولة الأولى بنتيجة 6-2. بيعودوا أثناء عزف ألحان النشيد المنتخب الوطني المنتخب إيران. الجمهور الإيراني ولاعيبة المنتخب كانوا بيرددوا بالدموع بعد ما كان دعاهم كارلوس كيروش بعد مباراة انجلترا ان هم يتوحدوا خلف المنتخب. وبالصراحة على غير المتوقع، انا كنت متوقع فوز منتخب ويلز، لكن ايران النهاردة عملت ماتش عمرها ضد المنتخب الويلزي. النهاردة كمان اسود الترنجة تقصي العنابي خارج كأس العالم رسميا. منتخب السنغال بيفوز على صاحب الارض والجمهور بنتيجة 3-1 عشان المنتخب القطري يستمر في تقديم اداء باهت للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم ويخرج خارج البطولة رسميا. المباراة اللي جاية ما بين السنغال والاكوادور هتبقى ضرب نار، هتبقى مباراة مولعة، هيبقى ماتش اون فاير زي ما بيقولوا، لان المنتخبين هيلعبوا على الترشح للدور الثاني بعد تعادل اليوم الاكوادور مع هولندا بنتيجة 1-1. المجموعة ولعت ما بين هولندا والاكوادور والسنغال. في الجولة الثالثة هتكون هي الجولة الحاسمة عشان هنعرف مين اللي هيصعد اول ومين اللي هيصعد تاني. وايضا النهاردة من ضمن المباريات اللي اقيمت مباراة هولندا والاكوادور، واللي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 عشان المنتخب الاكوادوري حتى هذه اللحظة يكون الحصان الاسود للبطولة بتقديمه اداء على عكس غير المتوقع من المنتخب الاكوادوري تماما. وبينما في مباراة كانت تعتمد على الجوانب البدنية فقط ما بين الووتر والورر، ما بين الانجليز والامريكان، تنتهي المباراة بالتعادل السلبي للمنتخبين في مباراة الاعصاب الباردة، مباراة الدم البارد. ده العنوان اللي اقدر اقوله على مباراة المنتخب الامريكي والمنتخب الانجليزي.
هنيجي النهارده للاخبار المحليه، وان في جناح برازيلي اسمه برونو فيليبي، ده بيلعب في نادي اسمه اومونيا نيكوسيا القبرصي. وبرونو فيليبي بيلعب كجناح ايسر وبيلعب مهاجم تاني. خلال الموسم ده سجل حتى الان 16 هدف وصنع 4 بجميع المسابقات. ده امير توفيق عرضه على مارسيل كولر، وده معناه ان في واحد من الاجانب لو صفقة برونو فليبي تمت هيكون في يناير خارج النادي الاهلي رسميا، وفي اعتقادي بنسبة كبيرة ممكن يكون بيرسيتاو من لاعيبة النادي الاهلي المحترفين. وبينما ايضا يريد مارسيل كولر استعادة كريم ندفد من نادي فيوتشر، كون لان كريم بيجيد اللعب بمركز 6 ومركز 8 وفي الباك رايت ايضا. كلنا شفنا المراكز دي لعب فيها كريم ندفد اثناء تولي حسام البدري القياده الفنيه في ولايته الثالثه للنادي الاهلي. ان كريم ندفد كان فارق جدا مع النادي الاهلي في خط نص الملعب، وان كريم هيفيد الفريق في الفتره الجايه نظرا لتقدم سن عمرو السوليه، وفي حال في اي وقت من الاوقات رحيل اليو ديانج يقدر يسد الثغره مع حمدي فتحي، لانه بيقدر يلعب في دايره السنتر 6 وبيقدر يلعب كمان 8، وزي ما قلت انه بيقدر يلعب باك رايت. ده بالنسبه لكريم ندفد. ولو جه النادي الاهلي هيجي ببلاش لانه رايح اعاره، بينما هتتم اعاره احد اللاعبين من لاعبي النادي الاهلي، اما محمد محمود او اما زياد طارق، وان النادي الاهلي مش هيدفع اي مبلغ من المال زي ما قلت. هنيجي النهارده لمباريات اليوم اللي اقيمت. ايران وويلز 2-0 للمنتخب الايراني، قطر والسنغال 3-1 للسنغال، هولندا والاكوادور 1-1، وامريكا وانجلترا 1-0. اتمنى من الله ومنكم الدعم للقناه، اتمنى ان الاشتراكات تزيد، اتمنى الدعم من اخواتي وحبايبي، لان زي ما قلت قبل كده انا مش هعلى الا بيكم انتم. انا مش هقدر اصنع اي محتوى ومش هقدر اكمل الا اذا كان في خلال دعم من المشاهدين. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقه غد ان شاء الله. وما تنسوش النادي الاهلي اللي وحشنا جدا اللي هيلعب بعد بكره مع المقاولين في الكاس في يوم 27، اليوم اللي هيوافق الذكرى الثانيه للقضيه ممكن. واشكركم والسلام عليكم مره ثانيه والى اللقاء.